الأناشيد هي نوع من الأغاني، لكن وضعوا عليها اسم إسلامية. لا ينبغي أن يقولوا أغاني إسلامية، لا يوجد أغاني إسلامية، قالوا أناشيد إسلامية. وهذه تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد. الإسلام شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن والعلم النافع. لا مشاحة في الاصطلاح عند جمهور أهل السنة. قال لم يشرع لنا الأناشيد الإسلامية، بل شرعت لنا الأناشيد الإسلامية، شرعت لنا المدائح النبوية، شرع لنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، شرع لنا كل شيء يوافق أصل الشريعة، شرع بحديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من ابتدع في الإسلام سنة حسنة. ما لهذه السنة؟ هي سنة أصلا، لأنه أصلا طالما موافقة لأصل الشريعة قلنا فهي سنة حسنة. فالنبي شرع لنا من خلال هذه، وضع لنا هذه القاعدة لتكون للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. هذه هي الشريعة. إذا أتيت وقلت لي لم يشرع النبي هذه لأنه لم يفعلها، أقول لك ليس شرط أن يفعلها النبي. طبعا هذه الأشياء يرددها كثير من خوارج السلفية في التعليقات، يقول لك هل النبي فعل هذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي إما فعله وإما قوله وإما تقريره. تعرف معنى تقريره؟ يعني فعل أمام النبي فسمح النبي بذلك، هذه تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة ليست هي فعل النبي فقط أو قول النبي، وإنما تقرير النبي، فعل أمام النبي ولم يتكلم عن ذلك بحلال أو حرام، بل سمح في ذلك. إذن هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الشريعة. من هنا فهم أهل السنة، فهم المسلمون، فهم الصحابة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحباب لما يأتي المسلم أو المسلمة تأتي تريد أن تستفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تستفتي في دين الله، ماذا تقول؟ هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ هل هناك من يأتي ويقول هل هذا فعله رسول الله أو لم يفعله رسول الله؟ الله تبارك وتعالى لم يقل لي ما لم يفعله النبي لا تفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لي هذه بدعة من بدع خوارج السلفية الوهابية. إذا أنت تبتدع لي قواعد وتبتدع لي أشياء بدعة ضلالة في الشريعة، ما أحد قال بها، لا الله ولا رسوله ولا حتى الصحابة ولا السلف ولا أهل السنة. ما أحد قال أن الترك حجة في شرعنا. ترك النبي للشيء ليس معناه أنه ليس شريعة وأنه ليس من ضمن الشريعة، لا، هناك قواعد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قواعد أصول ينبني عليها الحكم الشرعي. هل هذا من شريعة رسول الله؟ العالم أو الشيخ المفتي يقول لك والله هذا يجوز في شريعة النبي، سواء فعل النبي ما فعلش النبي. فالأناشيد الإسلامية مصطلح شرعي، مصطلح إسلامي، أعجبك ما أعجبك دق راسك فوق الكتاب.